ازيكم عاملين ايه؟ كل العرايس بقى اللي لسه متجوزين والامهات المستعجله، معانا النهارده اسرع واسهل وصفه للسجق بالخلطه ومكرونه بصلصه. تقولوا عليه صدق تقولوا عليه سجق، المهم ان هو يطلع طعمه حلو وينجزنا، واكله سريعه جدا وحلوه جدا. بصوا شكلها يشهي. المهم نجيب حله سخنه وننزل فيها بالصدق من غير بقى زيت ولا سمنه، لان الصدوق كده كده بيبقى احنا عارفين ان هو فيه نسبة دهون كتير. بننزله في الحلة السخنة وبنديله تقليبة كده مرة واتنين لغاية ما يبدأ ينزل الدهون اللي فيه. هنبدأ ينزل الدهون ونبدأ بعد كده احنا نشتغل واحدة واحدة، تقليبة في تقليبة كده لحد ما نبدأ نشوف الدهون اهو. بصوا من اول تقليبة اصلا بدأت الدهون تبان، ابتدت الدهون بقى تبان معانا. ونقلب كده واحدة واحدة وبعدين ننزل بالمكونات. كده كده هكتب لكم الحاجات المكونات في الكابشن، وهي كلها مكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندك في البيت. راجعة بقى متأخرة من الشغل، الولاد جعانين وعايزين أكلة سريعة وطعمها حلو في الصيف. حاجة كده بسيطة وسريعة ما تاخدش معاكي وقت ولا مجهود، تقدري تجهزيها من غير ما تتعبي. خلاص كده الصدق بدأ ينزل الدهون بتاعته، وهبدأ بقى ايه اجهز المكونات عشان انزل عليه. انا كده كده مقطعه الخضار ومجهزاه جنبي، بس مستنيه بس الدهون تنزل شويه كمان. خلاص اهو بدأت الدهون تبان معايا في الجناب. هنزل الاول وبصل وطماطمية، وطماطميتين كبار وبصلايه كبيره وفلفل بقى براحتك، عايز تحطي فلفل بارد ماشي، عايز تحطي فلفل حراق ماشي. انا ما كانش عندي فلفل بارد للاسف، كان عندي فلفل حراق بس ما ينفعش احطه عشان ولادي صغيرين وكده. بعد ما قطعته اصلا افتكرت ان هما مش هياكلوه فانا مش هحطه. بالنسبه لك انتي بقى عايزه بتحبي الحراق حطيه. بقلب البصلايه الاول لان البصله بتاخد سوا اكتر من الطماطم. بحط البصلايه الاول تتقلب كده تاخد تشويحه مع الصدوق وتاخد من الطعم. وبالنسبه للبهارات كده كده الصدوق بيبقى فيه بهارات، يعني لو مش حابه تحطي بهارات تاني ما تحطيش. كده كده الصدوق بيبقى فيه بهارات كتير، بس انا بالنسبه لي عشان بحب طعم البهارات قوي بزود بهارات تاني، وهبقى برضه اقولك البهارات اللي انا حطيتها. خلاص هنزل كده بفص الثوم يتشوح مع البصله والصدوق، واول ما تشمي ريحه الثوم طلعت مع البصل بتنزلي بعد كده بقى الطماطم. في ناس بتحب تحط صلصه بس انا مش بحب احط صلصه، بكتفي بالصوص اللي بينزل من مكعبات الطماطم. هقفل عليها بقى شويه. اول ما ايه احس ان التومه كده طلعت ريحه مع البصل برجع تاني وبحط عليها الطماطم. سريعه جدا وسهله جدا اهي. خلاص والسوائل زي ما بقول لكم السوائل والدهون بدأت تنزل اهي، خفيفه وما تبقاش تقيله على المعده ولا على ولا علينا بالليل ولا الكلام ده كله. عشان الدهون وكده خلاص احنا هنكتفي بالدهون اللي في الصدور. دي البهارات اللي بقول لكم عليها، معلقة صغيرة من كل حاجة، كزبرة ناشفة وملح وفلفل أسمر وسبع بهارات من كل حاجة معلقة صغيرة. بحط البهارات وأقلب تقلبتين. خلاص أنا مش هفضل أقلب فيه كتير، وبعد كده هقفل عليه وهبدأ أسلق المكرونة وأجهز لها الصلصة بتاعتها. بصوا ما شاء الله شكل الصوص أصلا تحفة، شامين ريحته وأنا بتكلم. هقفل عليها وأبدأ أجهز بقى للمكرونة. حاطه ميه على النار وحاطه فيها ملح، ما بنحطش زيت في ميه سلق المكرونه، بنحط شويه ملح بس لكن زيت لا. هنزل بالمكرونه تتسلق ولغايه ما المكرونه تتسلق هضرب الطماطم وصلصه المكرونه. انا بعمل الصلصه العاديه خالص، يعني لما بكون عامله صدق بالخلطه زي كده بعمل صلصه عاديه خالص. اهو كده خلاص هو تقريبا استوى. هقفل عليه وابدا اعمل بقى صلصه المكرونه. بصوا استوى خالص والبصلة دبلت والطماطم. خلاص اهو كده استوى. بصوا شايفين شكل الصوص عامل ازاي اللي نزل منه؟ تحفة ما شاء الله.
دي صلصة المكرونة. معلش ملحقتش اصورها، صورتها والفيديو ما سجلش، هبقى اصورها لكم من اولها خالص في فيديو تاني. بس بصوا عاملة ازاي. انا بعمل ايه؟ انا بشوح فص توم في شوية زيت، وبعد كده بضرب الطماطم وبنزل عليه وبسيبها تتسبك، وبحط لها معلقة سكر الاول عشان الحموضة طبعا. بسيبها تتسبك كويس جدا. اديني جبت المكرونة اهي، سلقتها. طبعا المكرونة شكلين عشان انا عندي فريقين في البيت، فريق بيحب البنة وفريق بيحب المقصوصة، فمش بنزعل حد وهم ينقوا في الطبق بقى. نزلنا الصلصة على المكرونة ونقلب بقى. بس طبعا بتكون النار انا ببقى فاتحاها تحتها يعني شمعة، عشان وانا بقلب المكرونة كده مع الصلصة، ال- الصلصة تمسك في المكرونة كده تبقى شكلها حلو. هقلب تقلبتين بس مش كتير يعني عشان ما نهريش المكرونة، وطبعا مش بنتك على المكرونة قوي في السلق عشان ما تتهرش مننا، بنسيب فيها تكة كده عشان الصلصة. ودي أكلة سريعة ما أخدتش معانا 10 دقايق ممكن. ودي الصدوق حطيناه في الطبق، ودي المكرونة هنحطها في الطبق برضو، وجاهزين وبالهنا والشفا، ولا تعبنا في حاجة ولا حلل كتير ولا مشاكل كتير. طبق مكرونة وطبق صدوق، والكمية بقى زي ما انتوا عايزين. يعني انتوا مثلا لو هتعملوا كيلو صدوق هنحط بدل بصلاية واحدة هتبقى بصلتين، لو حاطين طماطمتين يبقى 4، هنضاعف الكمية. ده تقريبا يعني ايه اقل من نص كيلو، لان محدش هياكل غير الولاد بس. نحط كده المكرونة على الصدوق وناخد شوية من الصوص. طبعا الصوص واخد كل طعم البهارات وريحته تحفة، وبالهنا والشفا. وأكلة سريعة وحلوة، وكل يوم وصفة جديدة وسريعة وحلوة في صفحتنا بن وكركبة. تابعونا واشتركوا في صفحتنا.